السي عطاف: إذا كانت ذاكرتك تحتفظ بأدنى قدر من المعلومات، فإنه من الأفضل لك بدلا من التعبير المتكرر عن كراهيتك للمغرب أن ترفع صوتك بالهتاف: عاشت الإمبراطورية المغربية وتحيا الجزائر الفرنسية. إن بلدكم مدين بالكثير للمغرب الذي كان له الفضل في مساعدتكم على نيل استقلالكم من الاستعمار الفرنسي. قد تكون ذاكرتك قد خانتك، ففرنسا هي التي أسست الجزائر وأطلقت عليها اسمها في عام 1838. وعند استقلال الجزائر في يوليو 1962 كان كل ما يوجد فيها قد تم بناؤه من قبل فرنسا في منطقة لم تكن موجودة سابقا، حيث انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الاستعمار الفرنسي. وبالتالي فإن فرنسا هي التي أنشأت الجزائر وحددت حدودها الحالية، والتي تم رسمها في الغرب من خلال اقتطاع أراضٍ من المغرب. مدن مثل تيدي كلت وقرارة وتوات وتندف وكولومب بشار وغيرها انتزعت من المغرب لتقدم على طبق من ذهب للجزائر الفرنسية، التي تعتبر اليوم الوريث المباشر لتلك الحقبة. الجزائر التي حافظت دون أي ندم على الإرث الثقيل الذي تركته فرنسا على حساب المغرب هي نفسها الجزائر التي فتحت فرنسا حدودها نحو الجنوب من خلال منحها صحراء لم تكن تمتلكها، لأنها لم تكن موجودة من قبل. في الختام، يتعين على المسؤولين مثلك أن يكون لديهم على الأقل فهم عميق لتاريخ بلادهم، إذا كان لتلك البلاد تاريخ يستحق الدراسة.